الخير واهلا بيكم في فيديو جديد. ده الفيديو رقم 3. انا دلوقتي قدام الجامعة دي، الجامعة اللي ورايا دي، والمفروض مستني زمايلي علشان النهارده في زي اورينتيشن كده او تعريف بالجامعة وتعريف بالدنيا فيها ايه. 6.5 hours later. طب دلوقتي احنا خرجنا بره، خلصنا الكلام اللي كانوا عايزين يقولوه، وقاعد مع العيال دي دلوقتي، واحد من فرنسا وواحد من افغانستان، وادولنا اكل. طبعا انا خدت الفيجيتيريان لان انا مش عارف اكل الايام دي، لسه مش عارف حاجه اكل حاجه حلال يعني. دي الجامعه اهي، ده الجامعه من ورا، والمكان لطيف جدا بصراحه، والجو حلو والشمس طالعه اهي، والبتاع ده برضه حلو بس تقيل قوي، انا ما اعرفش اسمه ايه. Guys, what's the name of this if someone knows? I don't. They don't know. ما يعرفوش، بس هو حلو يعني. طيب يا جماعة، خلصنا اليوم، ودلوقتي ماشيين رايحين البنك عشان انا هغير فلوس والشباب هيفتحوا حسابات وكده. وبدل ما كنت انا ورامز بس امبارح، بقينا انا ورامز ومنى وعبد الرحمن وزينة بس. هنروح نشوف البنك اللي اسمه سانتاندر ده. هو ده البنك الوحيد اللي بيفتح من غير رقم اسمه رقم البيس النمبر زي الناشونال اي دي كده عندنا في مصر، او الرقم القومي. بصوا يا جماعه، اللي هناك دي الجامعه، المبنى الكبير ده. ودي بقى ايه، دي هنا في شركات كتير جدا. انا اصلا ما كنتش متوقع في المدينه اللي انا فيها دي يبقى في الشركات دي، شركات عالميه فعلا. وفي هنا شركه لوفت هانزا كمان بتاعت الطيران، وده اسمه ميلينيوم بانك. الشباب دخلوا يجربوا يفتحوا فيه، بس انا مش متأكد يعني، انا 90% مش هيفتح لهم حاجة. مش هيفتح لهم يعني من غير الرقم اللي احنا عايزينه، اللي هو البيسل نمبر ده اللي زي الرقم القومي. بصوا هنا في شركة BWC، هي دي شركة اصلا عالمية يعني، هي مش شركة خاصة بمصر. ده حاجة اسمها من البيج فور، يعني حاجة اسمها البيج فور، اللي هم اكبر 4 شركات بيعملوا مراجعة حسابات والكلام ده في العالم. الناس هنا ماشية بنظام قوي يعني، نظام جامد. البتاع فتحت، هم دخلوا. حتى كان في واحد حاول ان هو ايه، لما الاشارة بتاعت الناس فتحت، حاول ان هو يمشي، راحوا باصين له بصة يعني ايه، خلوه يقف زي ما هو. اهو دي المنطقة اللي احنا فيها، ودي عربية معرفش تبع ايه، وده البنك اللي انا مستني قدامه. كلهم دخلوا وانا اللي قاعد مستني ورا، عشان انا مستمتع بالجو بصراحة. لما بقى اخد الديبت كارد بتاعتي، مش هحل البتاع ده يعني، اللي هو السكوترز دي. احنا دخلنا البنك عامل زي الكافيه ده، الريسبشن هنا وناس قاعدة، وفي خدمة عملاء في الرومز دي او في الاوض دي. وهو باقي البنك حرفيا في ATM جوه، يعني ال ATM مش بره اصلا، ATM جوه، والناس قاعدة. الراجل ده قاعد في اوضه برايفت يعني عشان الدوشة، والناس قاعدة هنا مش عايز اصورهم علشان ما يعني ايه، الخصوصية وكده. بس انا ما انتوا ممكن تكونوا شايفينهم ايه، راجل مصري اهو. احنا خرجنا من سانتاندر ده، وطلع اصلا يعني هو بنك، وطلع كمان جوه البنك واسمه ايه، كافيه. يعني زي وركينج سبيس وكافيه، وادونا قهوه ببلاش. وطلع ان احنا برضو الرومز اللي انا بقول عليها دي مش لازم، اللي هي الرومز اللي ورايا دي، ورك سبيس، دي مش رومز دي مش رومز للموظفين بس، لا يعني هو في رومز محدده للموظفين، وفي رومز احنا ممكن نأجرها او مش نأجرها كمان، يعني هي فور فري. ويعني انتوا لسه شايفين ورايا دلوقتي الموظفه اللي هي بتاعت الريسبشن كانت بتمسح البتاع اهي، يعني حاجه مختلفه جدا. المفروض دلوقتي هنروح نشتري شويه حاجات للشباب هنا، عايزين نشتري شويه حاجات للسكن بتاعهم، وبعد كده هنطلع على زي حفله كايروكي، مش كايروكي بتاعنا، كاريوكي ولا مش عارف بتتنطق ازاي، تبع الجامعة. هنروح نشوف ايه الدنيا فيها وايه كده يعني.
الساعة 11 بالليل او 11 وربع، وانا مروح ومش ضامن ان انا الاقي مواصلات. في ابلكيشن كده لقيت ان كله في باصات بس مفيش قطورة، وانا معيش غير كاش. مش عارف الكاش بقى هيشتغل ولا هعرف اشتري تذكرة من المحطة، بس ما اعتقدش. هشوف ولازم نوصل، يا اما لو ما وصلناش هنضطر ان احنا بقى ناخد ايه، بولت بقى او اوبر او الكلام ده. وصلنا المحطة بتاعة الترام وشكل مفيش ترام، بتاع. حصل عطل في الصوت في المشاهد اللي قدامك دي، بس عموما يعني لقيت ترام، بس مشي بيا محطة واحدة بس، والراجل اللي بيسوق نزل وقال لي إن دي آخر محطة للترام، وإنت بقى مع نفسك يا بطل وشوف لك باص اركبه. وكمان قال لي إن الباصات مش بتقبل كاش، أو يعني على حسب الباص اللي إنت راكبه، ودي كانت بالنسبة لي الصدمة بتاعت اليوم. الباص بنت بولندية لقيتها كانت معايا في الحفلة دي. اشتريت لي تذكرة وحسبتها عليها، حسبتها أغلى لأن هي اشتريت تذكرة غلط، وبعد كده اشتريت التذكرة، فأنا قلت يعني حرام إيه ألبسها يعني. بس هي قشطة يعني، هو ده اللي كنت هدفعه في القطر أصلا. بنت لطيفة برضه اتعرفت عليها الحمد لله، يعني سبحان الله كده إيه يعني، ربنا برضه بيسيبناش. على الله برضه ما يطلعش حد من اللي هما اللي بيفتشوا دول، لأن أنا مش عارف أقول له إيه. أقول له البنت اشتريتها لي ولا ربنا يستر. أنا عموما نازل قريب يعني، والموبايل هيفصل وجوجل مابس مش راضي يشتغل. مش فاهم في إيه. الحمد لله هنوصل إن شاء الله. جيت أصور بعد ما نزلت من الباص، بس للأسف الموبايل فصل شحن. وصلت السكن الحمد لله، وبعتذر إن جودة الفيديوهات مش أحسن حاجة. بكرة اللي جاي كله أحسن إن شاء الله. بس ولو كنت بتتفرج لحد هنا اعمل لايك وسبسكرايب، وما تنساش تفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد.